هو شلون تاخذ 60 أو 80 أو 100 بالفيزياء السادس العلمي؟ إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحكي عن الطلاب اللي يبحثون عن درجة 60، شنو الفصول اللي يقروها، والطلاب اللي يريدون 80. بالإضافة راح نحكي إن شاء الله عن المسائل وعن الشرحيات، الطالب اللي يعاني من المسائل على شنو يركز. وراح نحكي عن مراجعة مركزة مال يوتيوب، تمام، واكو مراجعة ورقية تفيدكم. ونبدي على بركة الله. شوف عيني، بالنسبة طبعا الفيزياء معروفة، الفيزياء للشرحيات والكيمياء للمسائل. يعني الفيزياء شرحيات تيجي أكثر من المسائل. المسائل تيجي بحدود من 50 إلى 55 درجة، والأغلب 50، تمام. يعني إذا الأسئلة تيجي من 140، أنت 50 درجة فقط مسائل، الباقي يكون شنو؟ شرحي. المسائل اللي ثابتات أكيد هن الفصل الأول، ثاني وثالث، أول 3 فصول. أوكي زين. المسائل الباقيات اللي نركز عليهن اللي هي فصل بصريات الفيزيائية، هذني أول ثاني ثالث، هذني تيجي منهن 3 مسائل، تمام. باقي عندك مسألتين، نركز على البصريات الفيزيائية والفيزياء الحديثة والفصل الثامن، تمام زين. بقى عندك وقت، عندك النووية، تمام. بس هذني مهمات جدا جدا جدا. ليش هذني مهمات جدا جدا جدا؟ طبعا مو يعني الباقيات ميجن، لا ممكن يجن، بس هذني انا ليش اختاريتهن؟ لانه هذني ما اجن بالتمهيدي، تمام. فالشي ما اجى بالتمهيدي احنا نركز عليه. واصلا هذني بالاخص هذني البصريات الفيزيائية والفيزياء الحديثة، هذني كان يعني اسئلة ثابتة بالفيزياء مال الاحيائي، يعني كان هذا فرع وهذا فرع. فلهذا انا دا اقول لكم مهمات. لا يعني ارجع واكرر انه الباقيات المسائل ما يجن، لا ممكن يجن، ولكن انا برأيي الفصول الثلاثة الاولى مال المسائل والبصريات الفيزيائية والفيزياء الحديثة والثامن هن الاهم. واعطيك نصيحة صغيرونة بخصوص المسائل. عندك المسائل انت اذا تعاني من عدها عندك طريقا، تمام. يا اما تباوع مراجعة مركزة مال يوتيوب، يعني تمام. خلينا نقول مثلا طالب ما فاهم، عندك اليوتيوب مؤيد سليم، كل فصل مسوي لك اياه ساعة او ساعة ونص، بس اول فصلين يمكن بيهن ساعة ونص الى ساعتين، بس اول فصلين، تمام. الباقيات كلها ساعة، ساعة وربع. واذا انت يعني تريد رأيي الشخصي، اكو استاذ اسمه حسين محمد، تمام. حسين محمد، هذا حسين محمد ايش بيه؟ هذا شارح لك القوانين مال كل فصل وشون تستخدمه، وتقريبا يعني بس عندك اول فصلين او 3 نص ساعة كل فصل، تمام. وباقي الافصل لا ربع ساعة، كله 15 دقيقة، 13 دقيقة، فكل شيء اشوفه يعني مرتب، فهي بقت يمك، تمام. وحتى مؤيد سليم يعني انت ما تيجي تظل مقابل الفيديو شوفه كله، لا بس اعرف شلون ينحل. خلينا نيجي على طالب يريد 60. باو عزيزي، انت راح تقرأ الفصل الاول، راح تقرأ لي شنو فصل اول، ومخير يا اما ثاني او ثالث، مخير يعني واحد من عندهم مو اثنيناتهم، تمام. وراح تقرأ لي خامس دقيقة، راح تقرأ لي خامس، وراح تقرأ لي الفصل السادس، ويفضل وياهن سابع. يعني رفاعي أنا كم فصل قاري؟ أنت قاري فقط 5 فصول. شلون؟ هذا 1 2 3 4 5، تمام. ويعني إذا تترك فصل واحد منهن عادي، بس يفضل هن هذني ال5 أفصل. رفاعي هذني أنا ما أقدر أقرأهن على مصدري الأساسي، أحس هن هواي باوع. أنا راح أنزل لك مراجعة مركزة. وين موجودة؟ موجودة على قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله، تمام. ورابط راح أخلي لك إياه في أول تعليق. الفصل الأول باوع، هذا الفصل الأول عدد أوراقها
او خلينا نقول صفحات. الاوراق ثلاث اوراق، بس الصفحات 6 صفحات باعتبار الورقة عدد صفحتين. تمام، 6 صفحات. اللي عندك مثلا الثاني هم 6 صفحات الشرحيات. اوكي، عندك مثلا الخامس 5 صفحات، السادس هم 5 صفحات، السابع اقل 4 صفحات. يعني هسه اذا نريد نحسبهن، هاي 12 ورقة 12 صفحة، وهاي 5 و5 10، وهاي 14. اوكي، 2 و4 26 صفحة. 26 صفحة فقط الشرحيات، واشوفها يعني كلش زين. يعني كأنه انت دا تمتحن شهريات، تضبط لي اياها وتحفظ لي اياهن، انت ان شاء الله 60. ويفضل باوع، خل اعطيك هاي الملاحظة. هاي الملاحظة اذا سمعت لي اياها وضبطت لك اياها، صدق صدق يعني انت راح تستفاد. اللي هي شنو باوع عزيزي؟ تدري انت اذا قرأت هذين الفصول المهمة اللي انا ذكرتهن، وتقرأ وياهن اسئلة الفصل، يفضل يعني اجباري، لا مو يفضل، لا اجباري تقرأ اسئلة الفصل وياهن مال باقي الافصل. تدري انت توصل حتى مرات ال85. روحوا على اسئلة التمهيدي مال 2024 وروحوا سووا احصائية على الحكي تاني، يعني تقرون هذين ال5 فصول كاملة، مسائل وشرحيات. تمام، والمسائل اذا ما فهمناها نباوع يوتيوب قلنا، ونقرأ اسئلة الفصول مال باقي الافصل. وصلت الدرجة الى 85 درجة، بس احنا نقول اسوأ الاحتمالات 60. تمام، وكل متابعيني يعرفون شغله باعوا، انا من اقول مثلا اسوء الاحتمالات 60، يعني لعبك تجيب 60. هاي مثل ما الاحياء من قلت اعطيتهم خطه مع الاحياء اللي يجيب يقرا شنو ويجيب 60، جتي 78 درجه، والخطه مال ام ال80 جتي درجه كامله. فكل متابعيني يعرفون انه انا اعطي اسوء الاحتمالات، بس الخطه اللي انا المستهدفها انه انت تجيب اكثر من الدرجه اللي انا اذكرها. يعني ما اريد انا 60، انا اريد فوق ال70. تمام، بس انا اقول لك 60. ومثل ما قلت لك المراجعة المركزة تلقاها وين؟ في قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله، والرابط مالتها في اول تعليق. اوكي، واي سؤال عندكم تقدرون تراسلوني على حسابي في الانستا رفاعي عبد الله، او تكتب سؤالك في اليوتيوب. هسه نيجي على الطالب اللي يريد 80 باوع عيني. يفضل تقرأ لي أول 7 فصول على المراجعة المركزة. على المراجعة المركزة أول شنو؟ أول 7 فصول. تمام، باقي الأفصل اللي هن ال3، النصيحة اللي أنصحك إياها طبعا باوعوا، هي كل المراجعة المركزة عدد أوراقها 40 ورقة، يعني 80 صفحة، باعتبار الورقة الوحدة تعادل صفحتين، ف40 ورقة يعني 80 صفحة. فأنت ايش راح تقرأ؟ راح تقرأ بس 7 فصول. تمام، زين رفاعي أنا خايف ومتوهوه، تقرأ لي وياها أسئلة الفصل. تمام، وإذا تريد تزيد من رصيدك باوع، إذا تريد أنت شنو أسئلة الفصل هاي مال باقي الأفصل، يعني مال 3 فصول الباقية. بس إذا تريد تزيد رصيدك، أنصحك نصيحة، اقرأ لي وزاريات مال آخر 6 سنين، مال هذين مال 3 أفصل، وزاريات مال شنو؟ مال آخر 3 سنين. والوزاريات راح تلقوها وين؟ راح تلقوها في قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله. الطلاب يريدون درجة كاملة، يريد درجة كاملة باوع عيني، انت راح تقرأ لي مراجعة مركزة. راح تقرأ شنو؟ مراجعة مركزة. تمام، زين رفاعي انا اشوف 40 ورقة يعني مجازفة، 40 ورقة اشوفها قليلة، تشوفها قليلة. تقرأ لي وزاريات آخر 6 سنين لكل فصل، وهن أغلبهن يعني بنسبة 98% هن موجودات بالمراجعة المركزة، بس لأنك أنت متوهوه راح أقول لك تقرأ لي وزاريات وياهن. تمام، زين المراجعة المركزة ايش قد تجيب درجة كاملة، وأسوأ الاحتمالات 96. تمام، الطلاب اللي يسألون عن المسائل نعتمد عليها، نعم تعتمدون عليها، ويفضل إذا أنت عندك وقت تطلع لي على الكتاب أو على ملزمتك الأصلية للأسئلة الما موجودة بالمراجعة المركزة، وهن قليلات كلش.
تمام؟ يعني شنو سؤال بالكتاب او مثال ما موجود بالمراجعة المركزة انا اقراه حتى لو شفوي، مو الا يعني ورقة وقلم، وان شاء الله يا ربي مثل ما قلت لكم تضمنون الدرجة الكاملة. راح تلقون المراجعة المركزة وين؟ راح تلقوها في قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله، تمام؟ والرابط في اول تعليق. اي سؤال او استفسار مثل ما قلت لكم تقدرون تراسلون حسابي في الانستغرام، حساب رفاعي عبد الله، تمام؟ طلاب المجانين دور ثاني، فأنا مسوي تقريبا كل المواد، راح تلقون الرابط مالتهن في اول تعليق. ومستمرين وياكم في الدور الثاني، تمام؟ وحتى بالكليات النجاح ان شاء الله راح نوضح لكم كل الاقسام. اتمنى لكم مرة ثانية كل التوفيق، مع الف سلامة.